طبعًا مش عارفين نقول إيه يا جماعة والله، هو يعني بس هو ده كان متوقّع، لمّا يبقى عندك منظومة كروية في مصر فاشلة، وكلّها بتعتمد على المصالح، وهَد علشان ده قريب ده، وهَد عشان ده حبيب ده، وهَد عشان ده صاحب ده، والمدرب ده يطلع يشتم في المدرب ده، يعني جمال علام ييجي، يمشي جمال علام، نجيب هاني أبو ريدة، يمشي هاني أبو ريدة، نجيب جمال علام، يمشي جمال علام، نجيب هاني أبو ريدة، يمشي جمال أبو ريدة، يعني أنا اتلخبطت والله، هم نفس الأشخاص، نفس الكلام، نفس الاتحادات هي، نفس المدربين. مدرب مع احترامي ليه حلمي طولان عنده 75 سنة، مش قادر حتى يقف على الخط، بيدرب منتخب مصر معاه الشباب الحلوة اللي طول الوقت عمالة تقول ده أنا عملت لمصر، أحمد حسن وعصام الحضري، سبوبة. وهناك يتخانق مع حسام حسن، وحسام حسن يقول لك لا اصل انا لعيب عميد العالم، وده يقول لك لا ده اصل انا عميد العالم. لعيبه مخلصه كوره، يعني النني ده مخلص كوره، عمرو السولية مخلص كوره، مروان حمدي وحسام حسن لعيبه. منتخب عواجيز، انا مش عارف يعني هو المنتخب ده كان رايح يعمل ايه بصراحه. يعني بغض النظر عن ان احنا ما كناش متعشمين قوي ان انت تكسب البطوله يعني ككاس عرب، ولكن انت في الاول في الاخر بتلعب باسم مصر، بتلعب باسم بلد المفروض ان هي بلد كرويا قوية، المفروض ان يطلع المستوى بتاعك بالمهزلة دي وقلة الادب دي، ويبقى هو ده اللي المفروض ان انت بتصدره للناس ان هو يا جماعة يعني احنا جامدين وبتاع، ومعلش اصل المنتخب ده لسه متكون بقاله كام يوم، ده اللي انت هتطلع تقوله، او في المؤتمر الصحفي هتطلع تقول ده احنا كان معانا الاستحواذ بس ما قدرناش نترجمها لفرص، والكلام الاهبل اللي احنا عارفينه هيتقال. يعني ده فساد في المنظومة الرياضية بطريقة غير طبيعية. ايه يا جماعة المستوى السيء ده احنا ده الأردن النهاردة بتلعبنا بالمفروض الفريق التاني بتاعها، والله العظيم شايف واحد بيقولك ده لو لعبونا بالفريق الطبي كان كسبونا، يعني قمة المهزلة وقمة الإهانة للمنتخب ولمصر يعني. ولكن انت منتظر ايه من منظومة ماشية بالسبوبة والمصلحة والصحوبية والمحاباة حاجة تقرف والله العظيم ثلاثة، أقسم بالله حاجة تقرف. الناس دي انتوا ما عندكوش أي نوع من أنواع الدم، الناس دي مش متحملة مسؤولية، الناس دي عادي بتاخد فلوسها عادي، واللي بيتحرق دمه هو احنا، للأسف.